10 شهور بس قادرين يغيروا حياتك ويحققوا حلمك وهدفك. هي فترة كلها توتر وضغط نفسي شديد جدا على أي حد ملتزم فيها وبيحاول. فترة كلها شك في إنه هوصل لحلمي وهدفي ولا لأ بعد التعب ده كله والصبر. ويجي سؤال مهم جدا تسأل نفسك دايما: هو أنا تعبت التعب اللي وصلني فعلا لهدفي ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده أنا جاي أتكلم عن الثانوية العامة وعن إنه إزاي أقدر أوصل لهدفي وللمجموع وللكلية اللي أي طالب بيفكر فيها، وإيه هي نوعية الطلبة اللي موجودة وبتعيش بطريقتها السنة دي. وأول نوع من طلبة الثانوية العامة وهو الطالب الدحيح، وده نوع بيبقى واضح جدا من أول قعدتهم وتركيزهم، بتحس إن بيبقى ليهم كاريزما مختلفة كده عن اللي حواليهم. والدحيحة دول هم وراهم سر هما بيعملوه ومفاتيح كده بتساعدهم وقت المذاكرة. وأول سبب هو الدافع القوي اللي بيبقى فيه جزء كبير من الطلبة دي بيدرسوا من عيلتهم، عن طريق اللي بيبقى فيه موجود في عيلته مثلا دكاترة ومهندسين، فبيبقى هو عايز يبقى حاجة زيهم، بيحط هدف قدامه إنه عايز يبقى دكتور، عايز يبقى مهندس، وبالتالي الحاجة دي بتبقى دافع قوي جدا ليه علشان يحقق الهدف والمجموع بتاعه. الطالب الدحيح بيقدر ينظم حياته ما بين الدروس والمذاكرة والنوم. يعني الطالب ده حياته تبقى محدودة جدا ومحددة، مش بيدخل كل حاجة في بعض، لا هو بيركز على حاجات معينة في السنة علشان تساعده في انه يوصل للمجموع اللي هو عايزه. بينام ما بين ال7 و9 ساعات في اليوم، اوقات في ناس ما بتكملش 9 ساعات اصلا. مذاكرته بتكون منظمة وبيحاول دايما انه يسهل الدنيا على نفسه، وبيعرف يستغل الوقت جدا في مصلحته، ومبيقفش عند نقطة معينة هو مش عارفها وقفل المذاكرة، لا ده بيسيبها خالص عشان يسأل فيها أستاذ المادة ويوفر لنفسه وقت يكمل بيه بقية المواد وبقية المذاكرة اللي عليه. وبيعمل ملخصات أول بأول للمواد اللي عليه، ومش بيأجل ولا يراكم حاجة، وحتى لما يحصل له ظرف ويتراكم عليه حاجة غصب عنه، لأن طبعا مفيش إنسان مثالي أو إنسان متكامل يكون دايما ماشي على سطر واحد، فهو دايما قادر إنه يرجع ويلم كل اللي وقع منه وأكنه ما حصلش أي حاجة، ويدوس على نفسه عشان هدفه. وتاني نوع من طلبة الثانوية العامة، واللي أنا بشوف إنه أكتر نوع وعدد طلبة موجود ومنتشر في السنة دي، والنوع ده أنا سميته باسم الطالب المتوسط. أنا سميته الاسم ده عشان أوقات بتلاقيه معاك في الدرس بيسأل ويجاوب وكمان بيجيب درجات عالية، وأوقات تحس إنه مش موجود وتكون درجاته واقعة في معظم الامتحانات في كل المواد. والحقيقة اللي موصل الطلبة بإنهم يكونوا في الحالة دي هي شوية حاجات كده بتميزهم، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم شوية حاجات كده بتشدهم لورا مهما يحاولوا يتقدموا ويغيروا من نفسهم للأحسن. ومن الحاجات اللي بيعملها الطالب ده هو انه مبقاش قادر يتحكم في حياته ويمشي على نسق واحد ومحدد يساعده في انه يذاكر وينتظم في دروسه، فبيبقى غير ملتزم في اوقات كتير بمواعيد دروسه ومذاكرته ونومه، وبينام فوق 9 ساعات ايام كتير جدا، ويبقى كل همه هو انه يكون مرتاح عشان يقدر يذاكر. بس في نفس الوقت بيكون مركز جدا في الشرح في كل المواد، ويحاول دايما انه يخرج من الدرس فاهم كل حاجه. واوقات لما يكون في حاجه وقعت منه ويكون مش فاهمها اوقات بيسال عليها واوقات ما يسالش. ودرجاته في الامتحانات في اغلب الوقت بتكون مش احسن حاجه ومش زي ما هو عايز. وفي مذاكرته بيكون لامم الدنيا في مواد ومواد تانية لا، ويراكم ويأجل حاجات كتير عليه، وطول ما الايام بتجري معاه التراكم ده بيزيد اكتر لحد ما يلاقي نفسه خلص نص السنه الاول ويدخل في نص السنه التاني. ونص السنة التاني دي الفترة اللي يبدأ يلم فيها مواد وكل اللي وقع منه، وفي الفترة دي هيكتشف ويتأكد إنه ضيع وقت كتير جدا في نص السنة الأول، وإن في حاجات كتير متراكمة عليه، عشان كده هيتعب جدا في فترة المراجعة وحل الامتحانات. والنوع التالت والأخير من طلبة الثانوية العامة، وللأسف النوع ده بيبقى منتشر بشكل كبير جدا في العموم وفي مجتمعنا، لكن في الثانوية العامة بيقل إلى حد ما يعني، وهو الطالب الفاشل. ده طالب بيكون مستسلم لأي حاجة في السنة بتحصل معاه، من دروس لمذاكرة لنوم، وبيكون كل همه راحته ومزاجه بس، ويكون مش حاسس بأي مسؤولية عليه أبدا، ومقضيها لعب وخروجات، وبنفض الدراسة
والمجموع اللي هيجيبه آخر السنة. وطبعا الطلبة دي بتكون داخلة السنة وهم ما عندهمش هدف أصلا يتعبوا عشانه، اللي هو عنده رقم واحد مع اللعب طبعا والخروجات زي ما قلت في الأول. بعد كده يجي أي حاجة تانية بقى، ما هو خلاص مش عنده هدف، مش عنده حاجة يتعب عشانها زي ما قلت. عشان كده هو مش عارف هو عايز ايه من السنة دي أصلا، ويكون مش قادر يتحمل الضغوط اللي عليه ويتهرب منها دايما، لأنه دايما شايف نفسه قليل قدام أي حاجة تحصل معاه أو أي مشكلة في السنة دي، ويكون مش بيسمع لأي نصيحة ولا لأي حد بيحاول إنه يساعده ويشجعه ويقويه على المذاكرة والدروس والامتحانات، ويكون شايف نفسه ذكي وناصح ويقولك إنه قادر دايما إنه يذاكر ويعمل اللي هو عايزه، لكن في الحقيقة هو بتاع كلام بس. طبعا الكلام مفيش أسهل منه يعني. ويكون مش عاجبه أي حد شاطر ومجتهد معاه في الدروس، لأن ببساطة هو شايفه أحسن منه وهو قليل بالنسبة له، رغم إن الموضوع ممكن يبقى سهل وبسيط لو هو فكر بس يلتزم ويذاكر ويشد شوية على نفسه، ويسمع طبعا الكلام ونصايح صحابه أو الناس الأكبر منه معاه وبيحاولوا ينصحوه، ويقعد هو كده مع نفسه ويحسبها ويشوف إيه الحاجات الصح وإيه الحاجات اللي ممكن تفيده فعلا ويعملها، وإيه الحاجات الغلط اللي كان بيعملها ويبطلها وما يكررهاش تاني. ولكن نرجع هنا للسؤال اللي كان موجود في أول الفيديو، وهو هل أنا بعد التعب ده كله والمجهود والمذاكرة دي كلها هوصل فعلا للمجموع والهدف اللي أنا عايزه ولا لأ؟ إيه؟ مستنيني طبعا أجاوب، مستنيني أقول لك إنك هتجيب مجموع في الآخر صح؟ لا لا لا، أنت مش هتوصل لأي حاجة بعد التعب ده كله. واحب اقول لك واطمنك اكتر ان وانا طالب من الثلاث طلاب اللي انا اتكلمت عليهم النهارده هيوصلوا لاي حاجه، لان الاهم من المذاكره وحل الامتحانات والالتزام طول السنه هو التقرب من الله والحفاظ على علاقتك معاه، وتكون دايما ملتزم بالصلاه، لان ربنا هو الوحيد اللي بايده التوفيق اللي يوصلك للي انت عايزه. وما تنساش انك تدعي كتير، لان الدعاء ده بيساعدك على تغيير الاقدار. ده غير طبعا اي ضغوط واي هموم بتتشال كده من عليك بمجرد ما تخلص صلاه وتحس ان نفسيتك بتتحسن كده وبتبقى احسن وبتبقى قادر انك تكمل مذاكره وبتبقى قادر تكمل يومك. لكن هنا عايز اقول حاجه بسيطه كده، هل يتساوى الطالب الدحيح الشاطر اللي بيذاكر على طول ده بس مش ملتزم بالصلاه ومش ملتزم بعلاقته مع ربنا مع الطالب المتوسط اللي هو نص نص، ده مذاكرته على قده يعني بس بيحاول، لكن علاقته مع ربنا بيحاول دايما انه يلتزم، بيحاول دايما انه يصلي ويقرب منه؟ هل ده هيتساوي مع ده؟ الحقيقه هي انه لا، الطالب الدحيح عمره ما هيكون زي الطالب المتوسط، وهتلاقي ان الطالب المتوسط في الاخر جايب مجموع احسن من ده، لان انا قلت ان المذاكره والالتزام مش كل حاجه، لكن انك تبقى ملتزم بدراستك على قد ما تقدر وتعمل كل اللي تقدر عليه مع علاقتك مع ربنا، هو ده السر الحقيقي للتوفيق وهو ده السر الحقيقي للمجموع في الاخر. عشان كده اي حد يقدر يوصل ويحقق اللي هو عايزه، لان طبعا عوض ربنا كبير وهو الوحيد اللي شايف سعيك ومجهودك وتعبك طول السنه، واكيد هيكافئك بحاجه انت تستحقها. واحب اختم الفيديو بايه قرانيه من سوره النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأنت عايز إيه تاني؟ سلام. Jack it up.